النهاردة هنتكلم عن واحد من أعمق وأهم المفاتيح للسعادة الحقيقية والسلام الداخلي، فن تقبل الذات. إزاي تحب نفسك بكل عيوبها ومميزاتها وتعيش حياة أصيلة ومليئة بالرضا. كتير مننا بيقضي حياته كلها في سعي دائم للمثالية، بنقارن نفسنا باللي حوالينا، بنركز على عيوبنا وبنفضل جلد الذات على أي غلطة صغيرة. ده بيخلق جوانا إحساس دائم بعدم الكفاية، ويخلينا نلبس أقنعة ونمثل أدوار مش بتاعتنا بس عشان نرضي الناس أو عشان نحس إننا كويسين كفاية. متلازمة المحتال imposter syndrome مثلا هي أحد نتائج عدم تقبل الذات. الحقيقة إن الكمال مش موجود، ومحاولة الوصول ليه رحلة منهكة ومستحيلة. تقبل الذات مش معناه إنك تستسلم لعيوبك أو ما تشتغلش على تحسين نفسك، لأ. تقبل الذات معناه إنك تفهم وتتقبل نفسك كإنسان كامل بجميع جوانبه الجيدة والسيئة. هو إنك تعترف إنك بتعمل أخطاء، إن عندك نقاط ضعف، وإن ده جزء طبيعي من طبيعة البشر. لما بتتقبل نفسك بتتحرر من قيود المقارنة ومن الخوف من رأي الناس، وبتقدر توجه طاقتك الحقيقية للنمو والتطور من منطلق الحب والرضا، مش من منطلق النقص أو الخوف. علماء النفس بيسموا ده الشفقة الذاتية self-compassion، وهو مفهوم أساسي في العلاج بالقبول والالتزام ACT Acceptance and Commitment Therapy. في الفيديو ده مش بس هنشجعك على حب نفسك، لكن كمان هنفهمك المبادئ العلمية ورا تقبل الذات وأهميته للصحة النفسية من علم النفس الإيجابي والعلاج بالقبول والالتزام ACT. وهنشاركك خطوات وتمارين عملية جدا تقدر تطبقها من النهاردة عشان تبدأ رحلتك نحو تقبل ذاتك وتحب نفسك بكل حواسك وتطلق إمكانياتك الحقيقية. المكافأة حياة مليئة بالسلام الداخلي والسعادة المستدامة. يلا بينا نتعلم إزاي نعيش حياتنا بحرية وسلام. ليه تقبل الذات هو مفتاح السعادة والسلام الداخلي؟ الصحة النفسية والعقلية. تقبل الذات بيقلل بشكل كبير من القلق، الاكتئاب والتوتر. لما بتحب نفسك بتتعامل مع مشاعرك الصعبة بلطف أكبر، وبتكون أقل عرضة لجلد الذات، مما يعزز مرونتك النفسية resilience. زيادة الثقة بالنفس. بدل ما تكون ثقتك بنفسك مبنية على إنجازات خارجية أو رأي الناس، بتصبح مبنية على أساس داخلي صلب. بتعرف قيمتك الحقيقية اللي مش بتتأثر بالظروف، وهنا تكمن قوة حب الذات غير المشروط. علاقات أفضل وأكثر صحة. لما بتتقبل نفسك بتقدر تكون حقيقي وصادق في علاقاتك، ده بيجذب ليك ناس بيحبوك زي ما أنت، وبيقلل من احتمالية دخولك في علاقات سامة مبنية على إثبات الذات، مما يؤدي لعلاقات أعمق وأكثر رضاً. القدرة على النمو والتطور. الغريب إن تقبل الذات مش بيوقفك عن التطور، بالعكس. لما بتتقبل عيوبك بتكون في وضع أفضل للعمل عليها وتحسينها من منطلق القوة والحب، مش من منطلق الخوف أو العار. هذا هو أساس عقلية النمو Growth Mindset. التغلب على الخوف من الفشل. تقبل الذات بيخليك أقل خوفاً من ارتكاب الأخطاء أو الفشل، لأن قيمتك كإنسان مش مرتبطة بالنتائج. ده بيحررك عشان تجرب وتغامر وتتعلم، وبالتالي خطوات عملية لتقبل الذات وبناء حب حقيقي لنفسك. الخطوة الأولى ملاحظة الصوت الناقد الداخلي Identify the inner critic. كلنا عندنا صوت في دماغنا بيجلدنا أو ينتقدنا. أول خطوة هي إنك تلاحظ الصوت ده وتفصل نفسك عنه. اسأل نفسك، هل ده صوتي أنا ولا صوت تعلمته من الآخرين؟ بمجرد ما تتعرف عليه ابدأ في تحديه. تخيل إن هذا الصوت شخصية منفصلة لا تمثلك. الخطوة الثانية ممارسة الشفقة الذاتية Practice Self-Compassion. عامل نفسك بنفس اللطف والتفهم اللي بتعامل بيه صديق بتحبه لما يغلط أو يمر بوقت صعب. بدل ما تنتقد نفسك بشدة، قول لنفسك أنا بعمل أفضل ما عندي، أو ده جزء من طبيعة البشر. هذه الممارسة تغير مسارات الدماغ العصبية. الخطوة الثالثة الاعتراف بالعيوب وتقبلها كجزء منك Acknowledge and accept flaws. اكتب 3 حاجات بتعتبرها عيوب فيك، وبجانب كل عيب اكتب أنا أقبل العيب الفلاني كجزء مني في رحلة تطوري. الفكرة مش إنك ما تشتغلش عليها، لأ، الفكرة إنك ما تجلدش نفسك عشانها. القبول هو أول خطوة للتغيير الإيجابي. الخطوة الرابعة التركيز على نقاط القوة والإيجابيات Focus on strength and positives. كل يوم
اكتب 3 حاجات بتحبها في شخصيتك أو إنجازات عملتها حتى لو صغيرة. ده بيدرب عقلك إنه يشوف الإيجابيات فيك. ممكن كمان تسأل صديق مقرب إيه أكتر حاجة بيحبها فيك. هذا يعزز الصورة الذاتية الإيجابية. الخطوة ال5: وضع حدود صحية. Set healthy boundaries. تقبل الذات بيشمل حماية نفسك. اتعلم تقول لأ للحاجات اللي بتستنزف طاقتك أو الأشخاص اللي بيقللوا من قيمتك. حماية وقتك وطاقتك هو تعبير عن حبك لنفسك. هذا يعزز احترام الذات والتقدير الشخصي. الخطوة السادسة: ممارسة الامتنان لذاتك. بالإضافة للامتنان للحياة، خصص وقت للامتنان لذاتك. أشكر نفسك على كل المجهود اللي بتعمله، على صبرك، على قوتك في التحديات. أشكر جسمك على اللي بيعمله عشانك كل يوم. هذا يعمق الشعور بالرضا والسلام. الزتونة، أنت تستحق الحب والتقدير زي ما أنت بالظبط. تقبل الذات مش مجرد شعار، هو رحلة يومية من الوعي واللطف على النفس. ابدأ من النهاردة في تطبيق الخطوات دي وشوف إزاي حياتك هتتغير لما تحب وتتقبل الشخص الأهم في حياتك، أنت. يا رب يكون الفيديو ده ألهمكم وبدأ يفتح أفكار جديدة. شاركونا في التعليقات إيه هي أول خطوة هتاخدها عشان تبدأ رحلة تقبل الذات. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير.